بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، عاملين ايه؟ كويسين؟ ان شاء الله هتبقوا كويسين ان شاء الله. النهارده الجمعه، اليوم اللي انا صورت فيه الفيديو، تمام؟ فالحجاج صحاب المنزل كانوا موجودين، فما كانش ينفع بصراحه ان انا ما اعملش اكل، يعني شكلها وحش. فرحت ايه بقى، قلت خلاص بقى انا اقوم اعمل اكل واتكل على الله واعمل اكل. تمام. هنا انا جبت 2 كيس مكرونه كايرو، تمام، وهبتدي اسلقهم. انا بسلقش حاجه المكرونه بالذات غير بشويه ملح او بس من ليه بقى؟ لان انا شايف ان الزيت ملوش لازمه بصراحه. تعبني قوي معلقه الزيت بنحطها في الاخر. تمام. هنسيب المكرونه بقى مع نفسها تتسلق، ونيجي على البوتاجاز التاني وهنبتدي هنعمل تسبيكه للمحشي، وهنعمل خلط يعني حشوه كده للعصاق فراخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. هعمل لكم كده عصاق بدل اللي احنا هنعمله بالفراخ، وهنعمل ربع كيلو بانيه. هنعمل صينيه مكرونه قد كده، قد كده، تشوفوا تنزلوا منها على الحبايب كمان. اهم حاجه تصلوا على النبي، وما تنسوش تصلوا على مفيش النبي. غير حته ماشي، واحده بس. صلوا على ما النبي شاء بقى، الله، الله صلوا على اكبر النبي في الله قلوبكم اكبر كده، الله اكبر، خلي الف انا خلي وسهلا. البركه تحل على الفيديو. استوت دي زبده واتعملت بلدي، حلوه قوي. طيب زي ما هنزل بشويه عودتكم زيت زي وشويه ما زبده، عودتكم في وهناك رمضان كان انا نفس سبت نفس زبده الموضوع. وقلت هتقولوا مش لي غمقت هسيح، كده انا ليه؟ هاخد هقول منها لكم كده مش عارف، انا بالقطعه كل ما كنوع اعمل من انواع منها التوفير يعني. انما لو سيحت هاخد منها القطعه دي كتير. بالذات اللي انا طلعتها من الفريزر دي، طبعا مع الزبده تغمق دي سخنت مش هنا عارف. وهنا. هحط عليها هتقولي هنزله لي بايه بقى؟ بتسودي من عشان حرارة هنزله بالبصل. اتحرقت يعني كده؟ اقول لكم لا، ما وهناك لحقتش برضو هنا يعني، البصل اللي في ما الحله اللي شفتوها. نزلت الاول، يلا مش البصل اللي مشكلة، نزل حصل الاول خير. ده اللي هناك ما اتحرقتش. ده البصل بتاع يلا حصل خير. المحشي. المهم تمام. انتوا عاملين ايه؟ والبصل الكتير ده كويسين بتاع يا رب المكرونه تكونوا بشاميل. كويسين. هتقول له كترت ليه؟ اقول هنا لك بقى عشان جبت خاطر احنا ناس بصلاية ايه، بنحب نكتر اللي هو الكميات. ماشي للمحشي الورق عنب، ماشي. صلوا وثلاث على النبي بصلات او بصلتين واستغفروا حلوين الله كده للعصاق. واذكروا الله الا تمام. بذكر الله تطمئن العصاق القلوب. بتاعي خش على مختلف الفيديو. شوية لان ماشي انا هعمله ماشي. بالفراخ، واحط عليه جزر، طبعا وهحط البصل عليه هتحمر هنا وهنا. طماطم كتير عشان و اكتر الكمية. تمام. وفي نفس الوقت اداني تيست يعني طعم في تحفة. بتاعت المحشي كده بجد تبقى كان لونها طعمه حلو، تحفة، وما وبتاعت كانش باين برضه فيه الفراخ خالص تبقى الخضار. لونها حلو كان اللي بيدوقه عشان ما تبقاش باينه. كان بتعجبه طعمه. اوكي تمام. اوكي. هبتدي بقى ان انا رتبت بقى اشوح شويه حاجات البصل طبعا النهارده، زي ما انما ايه في معودكم في السكران اي في بصل الصواني بحمره. الحمد لله يعني. ملح، ماشي. سكر، هنزل انا بشويه ملح ورقة وهناك لورا، برضه بشويه ورقة ملح. حباية. تمام. ممكن انا كنت مش اوكي اوكي. مستعجل وما حطيتش هنا او هنا، انتوا بس ده بتتفرجوش الاساسي عليا ليه يا عندي. ولاد زي العيال؟ تمام. انا هتلاقيني حاطط في اتفرجوا عليا، الشاورما خليكم ناس جدع كده واتفرجوا تقريبا ورقة عليا. لورا او ورقة حبهان، شجعوني ولكن انا شجعكم كنت ربنا مستعجل جدا، كانت ادعيلكم والله. الساعة 3 وما كنتش لسه عملت حاجة بصراحة. هنا بصلة تمام. فكنت المحشي كانت مستعجل لدرجة نزلت ان انا مش استوت عارف اصلا اعمل الاول. دي. ماشي. بس ما شاء الله اللهم هنزل بارك، عليها بقى الاكل كان بايه، جميل وكان بالصلصه. حلو، وما كانش ناقص الصلصه حاجة دي انا غير بحب احط المتابعين في الصلصه وانا الامورين. بعملها. ماشي ماشي. اللهم صل على النبي. هنبتدي نصلي على النبي، نصلي وكزبره على النبي خضراء. ونخش. هنا فده بعد ما البصلة اللي بتاعتنا كانت خدت لون بطلعها حلو، كزبره خضراء. طلعنا تمام. طماطم من اللي احنا عاملينها وهنا الجميلة برضه عشان احنا الصلصه ناس انا اللي ناصحة. عاملها. عاملين ما شاء الله طماطم عشان شايفين لونها تريحنا حلو طول ازاي. رمضان. ولا تقولوا لي وهبتدي ان بوريه انا احط ولا منها تنجان شوية اللي ولا فلوس يكفوني ولا في اي قلب حاجه. الطبخة، الصلصه بتاعتي وهرجع رقم واحد الباقيين شوف بشوية انا زيت على زود. الوش وزي الفل. ماشي. تمام تمام. هنا بقى ربع كيلو هنا البانيه كنت ربع كيلو قطعته بانيه ب50 جنيه والله. قطعته. ربع كيلو بانيه ب50 جنيه. هنا ربع كيلو البانيه انا انا فاكر قطعته، مش من وطبعا زمان قوي الصلصه يعني. بتتسبك. طيب هنحط عليها كتروا توابل لي ايه؟ توابل بقى. التوابل كتروا لي اللي انا توابل بما معروف اننا بيها: هنكتر ملح خضار وفلفل اسود فهنكتر وكزبره توابل. وكمون وسبع بهارات. ماشي. ده حطوا الاساسي توابل ما عندي اللي انا يهمكوش، بستخدمه التوابل دي طول حلوه قوي. عمري. انا مش هتغير حطوا بس بلاش غير التوابل لما تبقى الاضافيه اللي بتضيع طعم الاكله الاكل او يعني. الوجبه او ملح الطبخه محتاجه وكزبره وفلفل تغيير. يعني وكمون مثلا دول بص، حطيت بيعززوا جزر طعم الاكل، وحطيت انما اي طماطم، نوع تاني وما كانش عندي بيديلها فلفل كده ايه، بصراحه، بيديها او طعم في الجدب حته تاني. الموجوده تمام. يعني، والشاطر انا نزلت يغزي هنا برجل بجزرايه حمار. بطماطميتين هبتدي بقى ان انا بصلتين ايه حلوين كده اشوح بقى كل ده، بشويه واحط ننزل عليه توابل، بمعلقه لو في صلصه. عندك فلفل الصلصه حطه. بتاعتي انا خفيفه بصراحه ما فما عنديش حطيتش فلفل. ميه. احتاجت معلقتين ميه حطيت صلصه نفس حلوين التوابل اللي كده. حطيت هنا حطيت هنا. ماشي. نزلت برضو عايز اقول بنفس لكم حاجه، التوابل دي دي ورقه على ايه لورا تسويه وحبهان المحشي. حطيتها، بس اوكي ما اوكي. كنتش يعني ما حطيتهاش هي مع اصلا كانت التحمير. داخله على تمام. سوا. وهو زودت ملح عشان المحشي بتاعنا يبقى مالح ومسكر لا وزي ملح عشان الفل ما زي كنتش حطيت شبه لها ملح، المتابعين بتاعتنا. او قلت ازود لها ملح. وهبتدي ان انا ايه اسيبها تتسبك خالص. عملت المحشي النهارده بطريقه غير اللي عملتها اول يوم وهناك تماما. هناك لسه اول يوم انا برضو عملت البتاع دي المحشي بسيبها بتشوف هنا بقى يعني مش اتسبك، يعني كله تتسبك كده كل بقى الخضار ايه اللي فيها مهري يستوي. كده في قلب بعضيه. ماشي فهمتوا قصدي ازاي؟ عملت نزلت هنا بمعلقه معلش بقى احنا فوق الصيام بقى، ما صلصه. ينفعش الصلصه دي ان انا برضه انا ايه اللي اقعد عاملها. كده اسجل لكم الفيديو وانا فاضي. نزلت بمعلقه راح اشوف صلصه الميه لو وسبتها غليت بقى احط فيها ايه وطيت على النار بقى البروتين اللي تهدى احنا بقى كده، ناويين يعني نعمله. تتسبك كده في قلب بعضها كلها. اول يوم رمضان انا حطيت الرز على النار وسبته لما تلات ارباع سوا. ملتوش المره دي اغراء بقى يا ولاد. بطريقه تانية ماشي. خالص. تمام. قلبت حمو الخضره محروم ولا ايه؟
الخضره بالرز وحطيت عليهم الصلصه. هنبتدي بقى ننزل تمام، دي طريقه بتخلي الرز بالصلصه دي. فاكرين اول يوم لما عملت لكم هنيجي بقى محشي وكنت للبشاميل حطيت بتاعنا. طبعا الرز على النار المكرونه على طول؟ اتسلقت وصفيتها. لا دي بقى ماشي، طريقه تاني، في نفس مش الحله هنحط عشان ما الرز على نضيعش النار، حاجه. احنا بنحط انا بعشق الصلصه على سمنه روابي الرز. بصراحه، تمام. بقت حلوه جميله. هنا بقى هنعمل البشاميل. هنحط وكمان في ايه؟ اللي هو دقيق. الجنه هنحط بطعم واحد، الاول سمنه التنويره. وزيت كميه حلوه، بطعم روابي وريحه طبعا السمنه استستي. الصفراء. بحب تحفه كده، بحب تحفه سمنه تحفه روابي تحفه تحفه. يعني برضو تبقى روابي حلو، بيبقى تحفه، لها بس طعم بصراحه وريحه حلو. شكرا شركه جنه، عملت سمنه فوق الجو التوب هينطر بجد. النهارده. يعني انا ماشي، ما مش شاء مهم، الله اللهم نقفل عشان بارك. خاطر مش هشوف. الحمد لله، يعني ربنا كان وهبتدي كريمني انزل وجبت بكميه منها الدقيق. اهم حاجه كميه الدقيق اللي علبتين، اللي هي هستخدمها العلبه 2 براحتي، كيلو. بس اهم وجبت حاجه منها كيس ان وكيس، ونفس الكلام برضو في روابي، جبت من قلت عشان الدقيق خاطر بتاعهم. يكفيني رمضان. هتقولي طب ليه ما جبتهمش ماشي. كلهم حاجه واحده؟ اقول ان لكم هي انتوا تبقى هتعتمدوا، انا يعني مش هينفع مش اديك مكتل كده زي كله كأنها نفس عجينه، لا النوع لان تبقى مفيش خفيفه مكتل. كده. مهما فقلت له خلاص نزود يا دقيق، عم مهما هاتها نعمل اي وخلاص. حاجه، مهما نزود دقيق، تبقى فهتلاقوني شويه ماشي بالصفرة وشويه الدقيق ماشي بدي. بتاعنا ماشي. السمنه مغطيه كميه انا الدقيق. في العادي فهمتوا بتاعي ازاي؟ كل سنه يعني ما بحب تبقاش عامله اسيح زي السمنه الكتل كده، واخليها لا سمنه بلدي لازم تبقى واخليها كده. اضيف منها. اول ما ولكن احس طبعا ان في هي ظل خدت الظروف لون، دي انا الاول كنت هننزل بجيب بواحده 5 كيلو في السنه، يعني مرق للسنه الدجاج. كلها. هتقولي لي احنا يعني مش قلنا لشهر ان ده رمضان مقاطعه؟ اقول وبعد لكم انا رمضان عارف بقى ان هو لغايه ما مقاطعه، تخلص. بس تمام. المشكله ولكن السن جبت 3 ان كيلو احنا بس طبعا عندنا كده كده جالنا السمنه يعني، بقت اسعارها فتمام يعني فل هنعمله، خالص. احنا هنرميه. فجبت 3 كيلو حطيتهم هنرميه. في الفريزر، لا اله اخرج الا منهم كده الله. بالكوره، سيدنا محمد رسول اكسرها الله. واحطها ايه، اللهم اقطعها صل كده وسلم قطع وبارك واحطها على فين سيدنا في محمد وعلى التلاجة. اله وصحبه وسلم. تمام. استخدم منها هبتدي كده انزل يبقى اكل منها باللبن مكعب كده بتبقى تدريجي، طعمها حلو زي واللبن الفل هنا وماشي تدريجي. حلاوه تروح عند وطشيه. الراجل تقول له عايزه لبن تمام. هنا تدريجي، نزلنا بقى هيديك ايه ايه؟ بعد ما نزلنا بالسمنه كيلو ونص والزيت، او لبن على السمنه بس صوص. على انا جبت البشاميل، بس انا كيلو بحب احط عملته بحب احط عليه زيت، بالبشاميل، لان الزيت بيخلي ونص بحسس ان هو كيلو عملت يبقى بيه خفيف كده. ماشي. الجوافه انزل بكميه باللبن، الدقيق، والكيلو واهم التاني ده حاجه اللي كنت كميه عامله في الدقيق ما الفريزر اللي عملت تبقاش بيه معديه البلح. كميه ماشي، يعني انا السمنه، يعني ايه، استهلكت النهارده يعني ما 2 كيلو تبقاش ونص، ده عامل انا زي عايز لي العجينه، بقره. ولما تحط عليها لما الدقيق عايز تحطه بقره كده على احطها جنب السمنه جنب ما المطبخ كده، يعملش تكتلات كده، اخد منها لا لبن لازم تبقى اوفر حتى. زي ما شفتوها كده، مش نزلت مكتله، بالتوابل لازم اللي تبقى معروفة كده. عندي، تمام. بس هنا زودت ملح وفلفل هنزل اسود باللبن وكزبرة ساقع، وكمون ما يبقى يا اما وسبع مغلي ساقع، حبات، اي سبع حاجه، بهارات. بس اهم حاجه ما يكونش ماشي. مغلي. عايزين تحطوا اللهم توابل صل وسلم وبارك على سيدنا بيضه، محمد وعلى اله وتحطوا وصحبه فلفل وسلم. اسود، فلفل رايح ابيض، في رمضان ولا فلفل في بيعرف فلفل يزحف كده ابيض. ولا بيعرف وما يسحب الدنيا. تحطوش ولا يعني تحطوا انا ذره واحد كمون، من بسيطه الناس خالص. و بحب اصحى في نهار رمضان. وسبع بهارات. اصحى ازاي في تمام. نهار رمضان؟ عايزين انتوا مش فارقه اصحى ازاي معاكم في نهار الالوان، عادي رمضان جدا. تمام. واصلا النهار بيبتدي انا هنا معايا من الساعة بحط ايه معاه 5؟ دايما انا مش واحده فاهم حبهان. يعني، الحمد لله. اوكي، واحده حبهان دي هنبتدي كل بترميه ما في تقلبه في مكان الله البشاميل، اكبر وكل ما عليه. البشاميل بجد يتقل، او بجد كل بجد ما يبقى البشاميل على بتاعي النار لا يوصف. بيدي تمام. تمام. طعم وقوام هبتدي جميل بقى الف جدا، فيه ويبقى ليه عرق كده اكنه ومع حاطط عليه التقليب ليمون. المستمر انا مش بقفل عليه وجربوها اول ما على يتقل. ضمانتي، رقبتي سداد. نو ماشي. نو اكبر غلط ان احنا نقفل على البشاميل اول ما يتقل، لا سيبوه ياخد ويدي كده، وياخد كام غلوه. عارفين بتحسوا ان هو ايه، كل حاجه استوت فيه، كل حاجه بقت مظبوطه فيه. تمام. بيبقى ليه طعم تاني وقوام تاني وريحه تانية وشكل تاني ومطه تاني كده، تحس انه بقى ليه عرق كده تحفه بجد، بيبقى جميل. انا طبعا بظبط الكميه اللي معايا والتقل بتاعي بالميه. عايزين تظبطوها بالشوربه ظبطوها، عايزين تظبطوها بلبن ظبطوها، بس انا بصراحه ما كنت جبتش غير كيلو لبن. يعني انا جبت كيلو ونص لبن، وكان عندي كيلو، استخدمت في النهارده كله كده 2 كيلو ونص لبن. تمام. تمام. هبتدي بقى ان انا اظبط الملح بتاعه. عندنا طبعا طفل رضيع في البيت كده، بندوقه ويقول لنا ازوده ملح ما تزودوش ملح، على حسب بقى الطفل الرضيع ما يقول. تمام. هبتدي بقى ايه، قال لي خلاص لا كده تمام، فخلاص هبتدي بقى ان انا ايه اعمل ايه. طبعا مسكت الصينيه بتاعتي ودهنتها سمنه، وتفضل تكون نوع من انواع يعني بلاش صاج. تمام. معرفش في صواني ستانلس ولا لا. صواني ستانلس ما مش عارف ان في صواني ستانلس ولا لا، بس عامة اهم حاجة تكون حاجة نوع ما يكونش بيلزق. تمام. هبتدي ان انا ادهن دهن السمنة كده على في الصينية، بعد كده انزل عليها بمغرفة بشاميل. مغرفة البشاميل دي لما البشاميل المكرونة كانت تحطيها الاول من تحت كده وتستوي من تحت، بيبقى ليه طبقة جميلة والله بجد. ماشي. هبتدي انزل بطبقة خفيفة خالص من المكرونة. تمام. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هبتدي بقى ان انا انزل بنص كميه المكرونه. انا بحب ان انا دايما اخلي صينيه يعني المكرونه القليله من تحت والكتيره من فوق. ماشي. ماشي. هنزل بمغرفه واحده اسمها ايه دي من البشاميل، عشان تمسك لي المكرونه معايا، يعني ما تلاقيش تيجي تطلع المكرونه تلاقيها مفرفطه كده. تمام. الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها اللي هو العصاج الفراخ ده كان وهم اللهم بارك. الف هنا وشفا بجد، عايزكم تجربوه. ماشي.
هبتدي بقى ان انا انزل بنص كمية المكرونة التانية، النص التاني، تمام. وهبدأ ان انا احط البشاميل الباقي عندي كله في عليه، اوكي. وادخلها الفرن من تحت لغايه ما الاقي الحروف بتاعه الصينيه كلها احمرت. اول ما تحمر، لو عندي احط جبنه موتزاريلا هحط، مش هحط جبنه موتزاريلا عندي بيضه، ما عنديش بيضه هحط على وش الصينيه من فوق معلقه لبن، ما عنديش معلقه لبن احط على وشها معلقه سمنه او معلقه زيت كده، وادخلها تاخد وش احمر حلو وجميل من فوق وخلاص. وكان الله بالسر عليهم، وكده نكون عملنا احلى صينيه مكرونه بالبشاميل. ماشي. هبتدي بقى ان انا اوزع البشاميل بتاعي بالطريقه اللي تريحني وتناسبني. في ناس بتدلجه تدلقاه وتقول ابن خالته يربي رجالته، انا لا، انا احب ان انا ده كمان انا لو فاطر يعني مش في ايام رمضان كنت عملت لكم بشاميل احب ارصه مكرونايه مكرونيايه مكرونايه مكرونايه. المهم انا بحب اعمل رشه زيت، تمام، دهن زيت بسيطه كده على وش البشاميل، وادخله الفرن، تمام. وقبل ما يخلص البشاميل خالص اجي عامل قبل ما يبدا قبل ما يعمل قبل ما يخلص قبل ما تخلص المكرونه وشغل الشوايه عليها، باجي عامل اللهم صل على النبي، باجي اعمل لها باجي احط عليها جبنه موتزاريلا او البيضه او اي اللي كان موجود عندي، تمام. هنا بقى جبت كيلو لبن غليته وشلته من على النار عشان ما يفرش، وهبدا انزل عليه ببلح، بلح وقراصية ومشمش، تمام. ياخد غلو مش غلو، ياخد بس كده تسخينه كده على النار ونسيبه. هناكل احلى بلح بالتمر اللي هو الشخاف ده ولا الشخاب، تمام. اللحمه بتاعتنا اللي جنبينا دي انا كان باقي من اكل امبارح حتتين لحمه، طلعت عليهم حتتين وسلقتهم، تمام، عشان يعني تبقى صينيه المكرونه وطبق الورق عنب. بصوا هنا شايفين الصينيه خدت وش احمر ازاي، رشيت عليها شويه جبنه موتزاريلا ودخلتها الفرن، تمام. هنا بقى الشوربه بتاعتنا بعد ما طبعا اللحمه استوت من بدري، سبتها تسخن تاني عشان اسقي بيها الورق عنب، وهنزل بالشوربه بتاعتنا على الورق عنب بتاعنا، تمام. تمام. في الوقت ده، لا تقولي لي انت ليه ما لفتش معانا الورق عنب، اقول لكم انا بقى انا بلف الورق عنب لقيتهم مساحين، قلت لها ده انت جيتي في وقتك بنت حلال مصفي، خدي لفي لي الورق عنب ده قبل ما اكمل صينيه المكرونه. فما شاء الله يعني الله يبارك لها ساعدتني يعني في الاكل، ماشي. انا مش بزود شوربه الورق عنب قوي عشان ما بحبش يكون مهري، بحب الصباع يكون ماسك نفسه، بس عادي يعني عك قليس كله كويس. شايفين الصينيه ما شاء الله بعد ما خرجت تحفه ما شاء الله، الف هنا وشفا يا رب. وانا الاكل بتاعنا كله كان خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تحطوا لايك وشير لو الفيديو عجبكم، وانا مصطفى والسلام عليكم.